هو إحنا ليه بنروح بنشتريها بالغالي لمّا ممكن إحنا نعملها بأقل تكلفة وأقل مجهود وهتطلع بالجمال ده؟ القشطية أو القشطة زي ما بنقول عليها بتاعة مولد النبي اللي بتتخلق عليها في العلب على طول، هي والملبن والحاجات الطرية ديّة، فإحنا ليه ما نعملهاش في البيت؟ فإحنا قررنا إن إحنا نعملها لكم النهارده في البيت بمكونات بسيطة جدًا، ويعني من غير تعب ولا مجهود. زي ما إحنا شايفين الجمال بتاعها دوّة، وكوباية ونُص سُكّر وكوباية ونُص مَيّة، هنعمل الجمال دوّة وبأقل تكلفة وأقل مجهود. فليه بقى نروح نشتري من برّه بالغالي لمّا هي مش هتاخد وقت معانا خالص؟ وزي ما إحنا شايفين كده، شايفين المَطّة بتاعتها الجميلة وطعمها الخطير. فإحنا لازم نعمل كل حاجة في قلب البيت ونتعلم نعمل كل حاجة في قلب البيت، كمان عشان الظروف اللي حوالينا والغلاء بتاع الأسعار وغلاء التُجّار وجشعهم، فإحنا بنتعلم كل حاجة وبنعملها في البيت. أهي جميلة وما خدتش وقت ولا مجهود وبأقل التكاليف وأقل من أقل محل برّه بتاع حلويات. فيالّا بينا نروح نشوف الجمال دوّة عملناه إزاي، القشطية بتاعة مولد النبي، كل سنة وأنتم طيبين، وصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويالّا بينا نشوف خطوات الفيديو والمقادير وكل طريقة القشطية الجميلة اللي إحنا عملناها دي. يالّا بينا. بسم الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما إحنا شايفين كده عشان نعمل القشطية بتاعة حلاوة مولد النبي أو المارشميلو، بس هي فرق بينها وبين المارشميلو إن دي بيضة وبتتعمل بالزبيب وجوز الهند بيتحط عليها، إنما المارشميلو بيبقى سادة كده وبيتلوّن طبعًا. إحنا عندنا أول حاجة هنحطها في كسرولة أو طاسة أو حلة صغيرة كوباية ونُص من السكر معانا زي ما إحنا شايفين كده، وعليهم نُص كوباية مَيّة، تمام، وعليهم يعتبر أقل من نُص كوباية عسل، ممكن معلقة عسل كلوكوز، اللي ما عندوش عسل كلوكوز ممكن يستخدم بداله يستبدله بعسل النحل. وبنحط المكونات دي على بعض وبنرفعها على النار. زي ما إحنا شايفين كده إحنا رفعنا الشربات دوّة على النار، وبناخده تقليبة بس كده، وأول ما يبدأ يغلي بنعد له دقيقتين بالضبط، وبعد كده بنطفي عليه وبنبدأ إن إحنا نجهز بالطريقة بتاعتنا ونكملها. زي ما إحنا ملاحظين كده الشربات بدأ يغلي، فإحنا هنحسب دقيقتين بالضبط ونطفي عليه. وعلى بال ما تعدي الدقيقتين بتوع الشربات أنا عندي 3 معالق جيلاتين، وعندي أقل من نُص كوباية مَيّة دافية هنحطها على الجيلاتين ونبدأ نقلبه عشان يبقى جاهز معانا. زي ما إحنا شايفين كده الجيلاتين عندنا بقى جاهز أهو. وعلى فكرة عايزين تضاعفوا المقادير أو تضاعفوا الكمية اللي هتعملوها من القشطة ديّة، ممكن بقى بتضاعفوا المقادير كل حاجة 2 أو مرة ونُص على حسب إيه أنتم عاوزين إيه، تمام. أنا كده جهزتها أهيّة الجيلاتين وهاركنه على جنب لغاية بقى ما آجي للخطوة بتاعته. الشربات كده خلاص عدّى عليه دقيقتين، فأنا هاخده على طول وهو سخن أحطه في البولة بتاعة العجان وهو سخن كده، وأبدأ إن أنا أضرب فيه. ولو هتعملي بمضرب كهربا تمام، بس هو الفرق في الوقت بس اللي هياخده مضرب الكهربا هياخد له بتاع من 8 ل10 دقايق، وإنما العجان بياخد له حوالي 4، 5 دقايق لغاية ما نوصل للقوام المطلوب. هنركب بقى البولة في العجان ونبدأ نشتغل. طبعًا نزلت بالشربات، هانزل بقى بالجيلاتين اللي أنا عاملاه، وأبدأ بقى أضرب على طول فيه وهو سخن كده، لإن إحنا ما ينفعش إن هو يبرد خالص. هنبدأ بقى إن إحنا نضربه في العجان. إحنا هنا هنبدأ نحط الفانيليا وممكن تحطي أي حاجة نكهة أنتِ عاوزاها. زي ما إحنا شايفين كده وصلنا للون والقوام ده، وعلشان نشوف هي وصلنا للقوام اللي إحنا عايزينه المضبوط والّا لأ، بنشوفها أهي زي ما إحنا شايفين كده، بتبقى عاملة زي المطاط كده بتتمط في إيدينا، تمام كده، يبقى إحنا وصلنا للقوام المطلوب. فبسرعة بنكون مجهزين القالب اللي إحنا هنحط فيه، وحاطين له طبعًا جوز الهند وزبيب. وأي حد عايز يحط أي حاجة تانية عادي، بس هي معروفة القشطية بتاعة
بتاعة مولد النبي بالزبيب وجوز الهند بس. احنا شايفين كده انا كنت اثناء ما بضربها في العجان جهزت قالب بايركس بتاعي كده، وحطيت فيه كيس نايلون، فتحته وفردته وحطيت فيه الزبيب وجوز الهند. انا هجيب بسرعه الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين كده، والاسباتيولا عايزاها زيت عشان ما يلزقش فيها الخليط وينزل بسرعه. هصب كده عليها بسرعة، بس كل حاجة المفروض بسرعة بس على مهلنا برضو علشان يعني السخونية وكده. أصب الخليط بس فيها، وبعدين أحط على الوش بتاعه زي ما حطيت في القاعدة بتاعة البايركس الزبيب وجوز الهند، هحط برضو الزبيب وجوز الهند تاني. شايفين كده أنا حطيتها في البايركس بتاعي بس هخبطها بس كده خبطتين عشان تتوزع كويس. شايفين كده انا هحط فوق الوش برضو زي ما حطيت تحت، هحط حبة زبيب برضو على الوش وحبة جوز الهند. وهناخدها بقى نحطها في التلاجة. هي المفروض يعني تبقى من الصبح بالليل او من بالليل للصبح، فانا هحطها في التلاجة بقى واشوفها كده هتجمد وتبقى جاهزة بعد قد ايه حبايبي. وزي ما احنا شايفين كده احلى قشطية طلعت عندنا اهي. انا طلعتها تاني يوم الصبح عشان انا كنت عاملاها من بالليل، وهنفضيها ونقطعها مع بعض. وزي ما احنا شايفين كده اهي تمام. احنا هنقطعها بقى مع بعض اهي النتيجة بتاعتها ما شاء الله. هنقطعها بقى مع بعض. شايفين ما شاء الله ادي الظهر بتاعها اهو زي ما احنا شايفين كده. احنا هنشيلها ونحطها على البلانشة ونقطعها اهي. احنا شايفين كده السمك بتاعها جميل قوي كده اهو. احنا هنقطعها ونشوف بقى هتدينا كمية قد ايه. اهي سهلة جدا وسهلة جدا في عمايلها. زي ما احنا شايفين كده النص الواحد منها ما شاء الله قد ايه اهي. اهي الوش بتاعها والظهر بتاعها ما شاء الله جميلة جدا اهي. شايفين المنظر بتاعها شايفين اهو. هنبدأ بقى نقطعها قطع على حسب ما احنا عاوزين. نسيت اقول لكم عشان تسهلوا في التقطيع الحاجة اللي انتوا هتقطعوا بيها تدهنوها زيت عشان تبقى سهلة في التقطيع كده اهي. هنبدأ نقطعها. قطعيها بقى زي ما انت عايزة الأحجام اللي انت عايزاها. انا دهنت السكينة زيت عشان تسهل معايا التقطيع اهي. وهترمي معانا كمية كبيرة. شوفي يعني الحبة دول لو انت جبتيهم بقى من بره مع علبة الحلويات هتعمل قد ايه. فاحنا بحبة مكونات بسيطة والله، وموجودة عندك بواقي من رمضان الزبيب وجوز الهند والكلام ده بتعملي الحاجات دي. فهنبدأ نقطعها كمان مربعات صغيرة كده اهي. وهنرجع نشوف الكمية قد ايه اللي هي هتتحنى ان شاء الله. شايفين الكمية دي بقى لو اشتريناها في علبة الحلاوة دي هتطلع بقى بكام؟ يعني بحب كوباية ونص سكر ومية وشوية عسل جلوكوز ومعلقتين 3 جيلاتين بنطلع الجمال ده كله. شوفوا ما شاء الله. هنرصها في الطبق بقى. يعني بجد اهوت دي كانت نتيجتها بأقل وقت وأقل تكلفة وأقل مجهود. عملنا كتير اهيت يعني والله تطلع وزنها كتير. أنا ملحقتش أوزنها بس كتير تطلع أكتر من نص كيلو يعني. حلوة جميلة وزي ما احنا شايفين كده منظرها عامل ازاي من فوق ومن تحت. شايفين الخامات بتاعتها احنا ضامنينها وعاملينها بايدينا وشايفين كل حاجة بنعملها ازاي. والقوام بتاعها جميل. بصوا مطاطية ازاي. شايفين المنظر والطعم والمكونات احنا حاطينها بايدينا. ولا اروع بجد من كده. جميلة جدا وطعمها جميل جدا احسن 100 مرة من اللي هي
اللي هي في المحلات، على الأقل دي ضامنينها عاملينها بإيدينا، شايفين المطة بتاعتها جميلة جدًا. يا ريت تعملوها بنفس الطريقة ونفس الخطوات وهتعجبكم جدًا، ولو عملتوها وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وكلمة حلوة زي قلوبكم الجميلة وتعليق كده يشجعني إن أنا أستمر، وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر، مع السلامة.